صفحة خلينا نطويها. طبعا كاساس هو الآن نحن إزاء هذا المدرب، وهذا الرجل هو مسؤوليته وفي عهدته، وهو يعني أنا شخصيا أعتبره محظوظ لأنه اشتغل في الفترة الأكثر استقرارا وفي أكثر حكومة دعمت الرياضات بشكل عام، الرياضة عفوا بشكل عام، وكرة القدم بوجه أخص، حكومة الرئيس السوداني. وأي يعني يمكن حتى التقى به، يمكن أول رئيس وزراء يلتقي مرتين صار يلتقي به. مو صحيح. وهذا اللقاء تبنى عليه مقررات. الجانب الآخر المرحلة مرحلة استقرار أمني في أعلى درجاته منذ العام 2003. أنت تتخيل معي ماذا بال2007 كيف كان الوضع الأمني؟ كنا دار نجي هنا أنا وياك، لا مو أنا وياك، أنا أحمد الموسوي، من نريد نجي هنا كنا نعاني. فالقضية تختلف كثيرا. الجنبة الاقتصادية أيضا، اتحاد غني، الاتحاد العراقي الآن يختلف عن اتحاد حسين سعيد وناجي حمود وعبد الخالق. وهذه تحسب لدرجال؟ لا مو لدرجال، تحسب لدرجال قصر له، تحسب لمجمل المنظومة، من الوزارة إلى اللجنة الأولمبية إلى حكومة الرئيس السوداني إلى لجنة الشباب الرياضي في مجلس النواب إلى وزارة المالية. كل ذلك أفضل ليعمل السيد درجال وكابينته الاتحادية في الظرف الأفضل وتزداد مقاعد العراق. لذلك سيكون العتب كبير فيما لو حدث ما لا يتمناه. يقال لولا درجال لما